السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا في خير. النهارده هنتكلم عن نوع من انواع اسماك الزينة اللي معلومات عنها قليلة شوية، وخصوصا ان احنا بنربيها في مع الاحواض السمكية، وابتدت ثقافتها ترجع، وابتدت العالم كله يتجه انظاره ناحيتها، وان هو يربيها، وخصوصا بعد الكم الهائل اللي اكتشف اخيرا ليها. النهارده هنتكلم عن سمكة شيقة جدا، عنها معلومات كتيرة، معلومات غريبة. أنا نفسي استفدت معلومات كتيرة وأنا بعمل سيرش عنها، معمول عليها أبحاث ودراسات كتيرة جدا. السمكة دي هي سمكة الشانا فيش أو السناك هيد فيش. السمكة دي من شكلها كده، من البروفيل بتاعها يبان ان احنا بوزها من قدام شبه التعبان قوي، عشان كده هم سموها سناك هيد فيش. تمام. السمكة دي تربيتها في الأحواض السمكية، خصوصا إن هي أصلا موطنها في الهند أو دول شرق آسيا. الأنواع كلها موجودة، اكتشفوها في الأنهار هناك، وخصوصا في الهند. وأنواع قليلة قوي لسه مكتشفينها قريب في أفريقيا، ولكن لسه ما أعلنوش عنها ولا اتكلموا عليها. الأنواع المتعارف عليها كلها زي ما قلنا من دول شرق آسيا، من الهند. بترجع الدراسات ان هم لقوا ان السمكة دي بقالها اكتر من ملايين السنين عايشة على وجه الكرة الارضية، ولكن انواعها متطورة باستمرار. يعني في انواع اكتشفوها مؤخرا في سنة 2011 2016 2019 2020. دي انواع معينة هم اكتشفوها جديد. طبعا السمكة دي مليانة أسرار وخبايا هنقعد نتكلم عنها النهاردة. بس هنتكلم الأول عن شكل حياة السمكة دي عشان نعرف نربيها ازاي، وازاي نعرف نقتنيها ونحافظ عليها وانها ما تموتش مننا. أولا السمكة دي اكتشفوا إن ليها أكتر من 36 نوع، أكتر من 36 نوع. والعلماء قسموا الانواع بتاعتها لعائلات ليها اسماء، وفي تقسيم تاني وتصنيف على حسب الاطوال. وانا بصراحه منحاز لحته الاطوال مش العائلات. اولا العائلات اسمها صعبه قوي وكتيره جدا ومتشعبه. فبالنسبه للانواع على حسب الاحجام، فهي الانواع المتقزمه اللي هي الدوارف، متوسطه الطول والطويله. المتقزمة اللي هو بتتكلم في من أول 15 سنتي لحد 20 25 سنتي. تمام. متوسطة الحجم اللي بتتكلم من أول من 30 لحد 40 و45 سنتي. والطويلة اللي بتمسك من أول 40 و50 سنتي لحد أكتر من متر ومتر ونص. ده فعلا بتوصل لأحجام مهولة، وزيد على الطول القطر. هي في موضوع القطر ده بقى فظيع. نتكلم عن اشهر عائلات السمكه دي او اشهر الاسماء. سمكه البلشاري، سمكه الاندرو. طبعا انت بتتكلم في كل دول عائلات، في تحتيهم بيندرج اسماء كتير. في عيله البلهاري غير البلشاري. تمام. في عيله الاورانتي، ودي تعتبر عيله غاليه شويه. وفي اغلى نوع واغلى عيله فيها اللي هي عيله البراكه. اغلى سمكة سينا ممكن تقابلك في حياتك، يقدر مقدارها النهارده بحوالي نص مليون جنيه تقريبا. السمكة دي اتكلمنا عليها كتير قوي في حتة موضوع السعر ده. طيب نرجع بقى نتكلم عن طبيعة حياتها. السمكة دي زي ما قلنا ان هي موجودة في دول شرق اسيا والهند. بتعيش في الانهار، بتعيش على ضفاف الانهار، بتعيش في الاماكن المزروعه، بتعيش في الاماكن الضحله، الاماكن الطينيه. ساعات بيجي عليها اوقات زي الفيضانات المايه تفيض عليها تقدر تعيش، بيجي عليها اوقات انحسار المايه تقدر برضو تعيش. ودي سر من اسرار السمكه، ان هي تقدر بعد بلوغها الكامل ان هي تقدر تعيش بره الميه 4 ايام متواصله. وفي دراسات اتعملت على الموضوع ده، والموضوع ده عمل ان هي تقدر تعيش بره الميه وتتحكم في موضوع الاكسجين، ان هي تاخد الاكسجين من الهواء الخارجي. ده اثر فسيولوجيا عليها، وخصوصا في موضوع التكيف والتغيرات الفسيولوجيه. لقوا الموضوع بقى ليه علاقه بالحمض اللاكتيك اسيد وقليل والزايد وتحت الميه. موضوع كبير قوي ما يكفينيش فيها حلقتين ثلاثه، انا قعدت قريته يعني اتفجعت. خصوصا ان السمكه دي عندها ورا الخياشيم بتاعتها في حاجه اسمها الغرفه الهوائيه خلف الخياشيم.
الغرفة الهوائية خلف الخياشيم. الموضوع ده بقى سبحان الله هنا عظمة ربنا في خلقه، ان هو ادى للسمكة دي قدرة على انها تتنفس الهواء الخارجي وانها تتنفس تحت المية. وتلاحظ انها في النشاط او اليوم العادي بتطلع تاخد هواء من على وش المية وتنزل تاني. طب وفي لحظات السكون بتملأ الغرفة دي، غرفة ما خلف الخياشيم، بتملاها هواء. وفي لحظات السكون او الراحه او النوم زي الجمل كده بالظبط، بتخزن مثلا، الجمل بيخزن الميه بتاعته في السنم. لا، السمكه دي بتخزن الهواء في الغرفه دي عشان تقدر تستهلك منها وقت النوم او وقت انحسار او وقت الفيضان الميه او وقت زياده الميه، ان هي ما تموتش، او يديها مكسب في الهواء، او يديها زياده في الوقت، ان هي تقدر تعيش وتستهلك الهواء من الغرفه دي. سبحان الله السمكه دي الشكل التشريحي بتاعها غريب جدا. عندها عضلات في الفك هنا غريبه جدا، عندها اسنان صغيره زي الاهداب، تعتبر بتدي للفك من جوه خشونه عشان تقدر تبتلع فريستها. وكمان من المعلومات الجميله جدا لقيتها عن السمكه دي، ان هي سبحان الله ربنا مديها قدره على ان هي بتدي كميه دفعات ودفقات للامام بشكل زجزاجي عشان تديها قدره على المناوره وقدره على الاصطياد واصطياد فرائسها. والموضوع ده يدخلنا على الموضوع بقى اللي هو اهم حاجة في السمكة دي، اللي هو التغذية وعلاقته بالسلوك. قبل ما نتكلم في موضوع التغذية والسلوك وطريقة حياتها، هنتكلم الاول ازاي تبتدي تعمل حوض تستقبل فيه في سمكة الشنفش. سمكة الشنفش ليها معاملات من المية واسعة كبيرة قوي تقدر تستحملها، زي درجات الحرارة، خصوصا انها تستحمل درجات حرارة من اول 18 لحد 28. بتعيش في اصعب حالات الميه وايسرها، خصوصا ان احنا اتكلمنا ان هي بتعيش اصلا في ميه ترع، واصلا تصنيفها من ضمن اسماك التعابين او اسماك القراميط. ما تستغربوش، تعتبر من اسماك القراميط اساسا، بس الوانها جميله والوانها جذابه. فانت لما تيجي تهيئ الحوض بتاعك هتهيئ حوض عادي سمك عادي جدا، ركيزه رمله، اضاءه متوسطه لا تتعدى ال 20 ليوما، لان الاضاءه بتاثر عليها وهي اصلا ما بتحبش الاضاءه القويه، بتحب الاضاءه البسيطه. فانت مثلا لو انت هتحطها في حوض مزروع، حطها في حوض مزروع لو تك، بلاش الهاي تك والميديوم تك، لان الاضاءه المتسلطه عليها جامد قوي هتخليها تكن او تستخبى وما تبقاش ظاهره طول الوقت. تمام. بالاضافه ان انت لما تيجي توفر طبعا باور هيد وهتنضف فلتره ودوره بيولوجيه وكل الكلام ده، اهم حاجه بقى في الموضوع ده ان انت تعمل كفر للحوض من فوق، لان ان السمكه دي بتنط على مسافات طويله جدا ونطاطه بشكل غير عادي. فخلي بالك من الموضوع ده، يا تحط شبك، يا تحط لوح ازاز، يا تحط خشب، يا تحط اللي تحطه. المهم ان الحوض ما تسيبش السطح بتاعه من فوق مفتوح للهواء، لا، اهم حاجه تحط حاجه من فوق تحكم السمكه دي انها ما تنطش، لانك هتخسرها وممكن تموت منها. طبعا السمكه دي من الاسماك الشرسه جدا، سمكة لعوبة قوي تقدر تلعب معاها، وفي فيديوهات كتير تقدر تتفرج عليها من كتر اللعب والنط والحركات اللي بتعملها، وخصوصا الحلقات اللي احنا عملناها على صفحة شاهين فارم على الشانا فيش اللي هو اسمه زيكو، كان بيطلع ينط بره المية وياخد الاكل ويقعد يلف ويقعد يلعب معاك ويروح ويجي، انت تقدر تتعود سلوكه. على فكرة السمكة دي كل الناس قالت عليها سمكة ذكية جدا وبتحفظ صاحبها كويس قوي، ودي احلى واميز حاجه موجوده في السمكه دي، ان هي بتحفظ صاحبها وتلعب معاه، وبتربط جدا تواجده باللعب والاكل. النقطة المهمة اللي دايما هتخطر في ذهن أي حد، هل السمكة دي لازم نربيها لوحدها ولا نربيها في مجموعات؟ أنا شايف إن المتعارف عليه دايما إن هي تتربى لوحدها، ولكن في تجارب ناس كتير قالوا ان هي ممكن تتربى في مجموعات، وخصوصا لو هم صغيرين. يعني هي السمكه دي اصلا لما بتيجي في الرسائل بتيجي حجمها صغير جدا، عقلتين صباع تبقى كده. تمام، عقلتين صباع بتيجي صغيره قوي، عشان موضوع بقى الشحن وبتاع قصه كبيره مش عارف نتكلم عليها دلوقتي. المهم ان هي بتيجي صغيره، ولما تستقبلها خصوصا كمان في الاستقبال بتاعتها لازم لما تيجي تأقلمها تنزلها الميه، بتعمل لها طبعا أقلمة، وان انت بتنزلها الميه عادي. تمام. عاوز تجيب مجموعة عبارة عن من 3 ل5 حتت، هاتهم كبرهم مع بعض من هم صغيرين لحد ما يكبروا، ولكن احذر ان هم اول ما هيكبروا هتبدأ هنا الصراعات
فلازم توفر مخابئ كتير جدا. وتخلي بالك من الموضوع ده قوي، خصوصا لو في بقى ابتدى يظهر موضوع الذكور والاناث، هتبتدي بقى تظهر فيه هنا بقى الشراسة والضرب وحتة بقى السيطرة والتحكم في الحوض و... والمراوغة والمناقشة بقى في ان هما مين الذكر اللي هيفوز عشان ياخد الانثى، والقصة بقى اللي انتوا فاهمينها دي كلها. فخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا. عايز تفرخ وموضوع طلع معاك تفريخ، ممكن تجيب مجموعة كويسة، وخصوصا ان هما مع بعض بيدوا مجموعة الوان حلوة جدا. تمام. فخلي بالك لما يكبروا منك، خلي بالك من الحتة دي. نتكلم عن اهم جزئية، وهي التغذية وعلاقتها بالسلوك وعلاقتها بالحالة النفسية بتاعتها. موضوع بقى ده انا بقوله لك عبارة عن تجربة حية، او تجارب حية وتجارب وقرايات فيديوهات كتير شفتها. اولا السمكة دي زي ما قلنا ان هي سمكة شرسة، يعني سمكة لحومة. تمام. السمكة دي اهم حاجة عشان تنجح معاها وما تاخدش منها سلوك متقلب دايما، ان انت دايما تنوع لها في الاكل. كلمة السر في نجاحك مع السمكة دي انك تنوع لها في الاكل. تديها قلوب، تديها لحمة، تديها صدور فراخ، تديها سمك ولود حي، تديها طبعا جمبري. لازم تعمل جدول للتغذية. وليكن مثلا ان انت لازم تجهز كل اللي احنا قلنا عليه دوت، ان انت هتجهز جمبري عشان خاطر التلوين، قلوب عشان خاطر التسمين، وعشان خاطر موضوع الدم اللي بيبقى موجود في اللحم وفي القلب ده بيبقى حافز ليه كويس جدا، وخصوصا في موضوع الريحه ان هو عنده كمان قرون استشعار من قدام بيشم بيها. تمام. ان انت كمان توفر له سمك حي في بعض الاحيان لكسر الصيام او كسر السلوك ده، لان هو هتلاقيه في بعض الاوقات صام، فمحتاج ان انت تكسر صيامه باسماك ولوده صغيره بتحطها له عشان يجري وراها ويبتدي يعيش طبيعته، الطبيعه اللي هو اصلا اتعاش فيها وجاي منها. فانت بتحاول انت تحاكي الطبيعه اللي هو كان عايش فيها في سلوكه للاصطياد والمعيشه والاكل. فلازم تنوع في الاكل ده كويس جدا، وما تكترش في كل حاجه منهم. يعني ممكن القلب او اللحم او الفيليه الفراخ يعمل معاك تسمين كويس جدا، لازم تعوض في الناحية التانية ان انت تدي جمبري، وخصوصا يكون جمبري متقطع اللي هو العقر او النطاط، بتشيل الراس وبتشيل الديل وبتشيل القشرة وتديله اللحمة، وتقطعها له على 2 او 3 عشان يعرف يبلعها ويعرف يهضمها. طبعا الجمبري فيه نسبة استازانتين عالية جدا، بتساعد على ظهور الالوان وعلى تلوين السمكة. طبعا الراحة النفسية جوه الحوض السمكة هتظهر الوانها، هتبتدي تلعب معاك، هتبتدي تتعايش، هتبتدي ان انت تاخد منها راحة نفسية كويسة جدا، وخصوصا في موضوع اللعب والالوان، ودي اهم حاجة. لما جبنا سيرة الالوان والتلوين والاكل، انا حابب احذر من ان انا في مرة ليا تجربة ان انا اكلت السناك هيد اللي عندي الشكال، في كائن كده، وفي كائن حي اسمه الشكال. تمام. اكلته وعمل تأثير صعب جدا، وتعب له معدته، وللاسف ده ودانا لحته تانية للعلاج، ودي حابب انا اتكلم فيها نتيجه تجربه انا جربتها وكانت نتائجها الحمد لله كويسه جدا. اولا انا قدمت له فلاجيل لمده 6 ايام متتاليه، كل يوم بحط قرص واحد على 100 لتر ميه. لو الحوض مثلا 100 لتر ميه، انت بتدوب قرص في ميه وتنزله له في الحوض. اول ماده الخام او الماده اللي فعاله اللي جواه اللي هو الميترانزول. تمام. لازم تديله الماده دي وفي الميه، وبعد ال6 ايام طبعا هتبتدي تغير 25% من الميه، ما تسيبش التراكم بتاع الدواء في الميه لشكل طويل، يعني لازم تغير ميه. والحمد لله عمل نتائج كويسه جدا. غير من شكل الفضلات بتاعته، بدل ما كان هو الخيط بتاعه ناعم ومدلدل كده وشكله كان وحش جدا، اللي هو ده بيدي ان هو في مشكله معويه او بكتيريا معويه. الموضوع اتحسن بعد كده، والحمد لله فضلاته اتحسنت. وده هنا علمني ان انا ما ادهوش اي اكل غير لما اعرف مصدره عامل ازاي وجودته عامل ازاي. ولازم مهم جدا جدا، وهفضل اكرر طول الفيديو، التنوع في الاكل بالنسبه للسمكه دي مهم جدا جدا طيب. جدا جدا. هنكمل كمان بقيه خبراتنا مع السمكه دي، وهقول لك شويه اسرار بقى في موضوع تظهير الالوان، وان انت تظهر الوانها. ممكن ساعات السمكه ما تدلكش احسن الوان عندها، وتبقى انت ماشي على كل حاجه صح. في طبعا الكاروفيل اللي هو محفز التلوين للاحياء، مش للسمك بس، هو في الاحياء كلها، ولكن احنا النهارده بنتكلم عن السمكه.
في العموم السمك كله بنديله جرعة كاروفيل مرة أو مرتين في الأسبوع مع الأكل، بيبتدي يتخلط مع الأكل، بتدي نسب بسيطة جدا على الأكل اللي هو بياكله، وبتديله مرة أو مرتين في الأسبوع مش أكتر، عشان خاطر كترته بتتعب الكبد والأحشاء عنده، فبيبتدي يتعب منك ويخمل منك، وده موضوع ممكن يحصل أصلا تليف كبدي عنده، ممكن يموت لا قدر الله. فخلي بالك من الحتة دي كويس جدا وما تضغطش عليه. برضو من الحاجات اللي استخدمناها اضافات للاكل، كنا بنحط سبيرولينا. السبيرولينا دوت طبعا تحلب، بيبقى موجود دايما باستمرار في السوق المصري هنا، سواء ممكن تجيبه من عند محلات اسماك الزينه او محلات امتنان اللي هي بتبيع العلب بتاعت السبيرولينا، ودي متوفره طول السنه وباستمرار، والعلبه 30 جرام مش عارف بحاجه و50 جنيه، فسعرها في فوائد الاسبرولينا فيها مضادات اكسده كبيره جدا، بتساعد على الهضم، بتحسن الهضم جوه المعده، بتحسن من وظائف الجسم، فيها زي ما قلنا مضادات الاكسده، يعني ما بتخليش ان السموم تفضل متراكمه في الجسم، محفز كويس جدا للجسم. ممكن برضو تديله مره او مرتين في الاسبوع كحد اقصى وما تكترش. اخر حاجه بقى هنتكلم عليها اللي هو اللعب مع السمكه. انت بقى اكلت السمكه، ظبطتها، الدنيا تمام، وفرت لها بيئه حلوه. السمكه دي على فكره من الاسماك الحفاره جامد جدا في الارض، فخلي بالك من موضوع الحفر بتاعها ده عشان ما تسدلكش الفلتر، فارفع الفلتر كده لفوق شويه عشان ما تسدهولكش. حضر مرايه وخلي عندك دايما جفت طويل، الجفت تاكل بيه السمكه، ودايما اربط السمكه ان هي اول ما تشوف الجفت يبقى فيه اكل جاي، وما تديهاش الاكل على طول باستمرار. حاول ان انت تشممها الاكل في الميه، وان انت توري لها الاكل بعيد رايح جاي، ان انت تحاول تلعبها وتلعب معاها وتخليها تنط وتستناك ان انت تلعب معاها. ده نوع او جزء من اجزاء التدريب، او اسمه التدريب الشرطي. تمام. انت هي بتربط اللعب معاك، او ان هي تيجي تقدم على الحوض اول ما تشوفك بالاكل. طبعا في حاجة تانية من ادوات اللعب اللي هي المراية، ممكن تجيب مراية صغيرة وتحركها قدامها اول ما تشوف نفسها فيها، خصوصا لو هي عايشه لوحدها في الحوض، هتبتدي تلاقيها بقى اخدت شكل كده غريب، وابتدت تنفش خياشيمها ورايحه جايه عماله تضرب في المرايه. ده جزء من اجزاء اللعب، ان انت بتحركها بشكل مستمر، خصوصا لو هي اكلت اكله تقيله وريحت فيها جامد، فممكن تحركها بلعبه المرايه دي. وخصوصا في موضوع كمان بيستخدموها في موضوع التشريس شويه. من دي النصايح ودي التجارب اللي انا عملتها مع السمكة دي. في نصيحة اخيرة هقولها لك، اللي هو التصويم. تصويم السمكة دي يومين متتاليين مهم جدا 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 مع السمكة. حاول ان انت تغلي المية متجددة باستمرار، وتغير مية، لان انت بتاكل اكل فريش حي، فالامونيا في الحوض ده بتعلى. بس الموضوع ده لو معاك طبعا نباتات في الحوض، الموضوع هيبقى مفيد قوي 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 بالنسبه للنباتات، خصوصا في موضوع الامونيا. لو انت حوضك مستقر وعندك البكتيريا كويسه في الحوض، وهتساعدك. لو انت طبعا بالنسبه للناس اللي هيجي في ذهنها دلوقتي انها بتتربى في احواض نباتات، هي ممكن تتربى في احواض نباتات عادي جدا بجميع انواع النباتات، ولكن من وجهة نظري انا شايف انها ممكن تتربى مع انواع نباتات معينة، عشان خاطر حركتها قوية جدا وعنيفة، زي مثلا ممكن تحطها في وسط الانوبياس، الجافا فيرن، الهيجروفيليا سايميز، الهيجروفيليا ديفورمس، النباتات اللي هي الهيجروفيليا الجاينت، النباتات اللي هي سيقانها قوية و... ونباتاتها وورقها قوي. فهي دي البيئة اللي تقدر انت تعيشها او تواكبها. او كمان نبتة الفلسناريا والابنجتون والفاكوس، النباتات اللي هي ورقتها طويل قوي دي، هي اصلا جاية من البيئة دي. وفي ساعات بيجي منها في الرسائل كاستلام، بيجي منها صيد من الانهار او تفريخ في الاحواض، ودي ليها سكة ودي ليها سكة، وسبحان الله الاتنين بيجوا، بيبقى شكل السمكة فيها وهي صغيرة بيبقى مختلف، وبتعرف تفرقه. يعني مثلا لو سمكة جاية صغيرة في الرسالة، بتيجي مرتاحة جدا والوانها كويسة جدا، وبتبقى سهل اوي ان انت تأقلمها وتنزلها الحوض. تمام. لو هي جايه صيد من بره، هيبقى الالوان بتاعتها بهتانه شويه، وموضوع ان انت تعيشها في الحوض ده موضوع يعني ايه، بيبقى فيه نسبه مخاطره شويه، الا اذا كان التاجر بقى ايه مسلمها لك اكلت وشربت واستهدت بالله كده والدنيا حلوه، فانت برضو ايه تبقى انت استلمتها. دي كل المعلومات اللي اقدر اساعدك بيها. خلي بالك من المعلومات دي، معلومة دي عصارة تجربة.
سمكة جميلة جدا، سمكة تستحق فعلا ان انت تربيها، سمكة من قيمة من اجمل الاسماك اللي ممكن تربيها وتقتنيها وتعتز كمان بتربيتها عندك، خصوصا ان هي عمرها طويل مش عمرها صغير. وكمان تفريخها صعب شوية مش سهل، ولازم في موضوع تفريخ ده موضوع طويل جدا، قريت عنه ان هو لازم لما بتيجي السمكة تفرخ ويحصل عصر السمكتين يمسكوا في بعض، لازم بتديله درجة حرارة قليلة، وبعد كده تعكسها بدرجة حرارة عالية وشغل بقى تقلبات فصول وبتاع، قصة كده كبيرة. انا ما شفتش بصراحة حد فرخ هنا في مصر، ولكن شفت ناس في دول شرق اسيا فرخوها في الاحواض. يا رب اكون ربنا وفقني وقدرت افيدكم بالمعلومات النهارده، وقدرت ان انا اضيف لكم معلومه جديده، ولاي حد يقدر بعد كده ان شاء الله ان هو يقتني السمكه دي ان هو يربيها كويس وينجح معاها ان شاء الله. وخصوصا السمكه دي مناعتها قويه وتقدر تستحملك، وان شاء الله تبقى تجربه بالنسبه لك جميله. دي كانت نهايه حلقتنا، وكان معاكم محمد شاهين في شاهين فارم. السلام عليكم.